السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكرة الفيديو ده هتبقى عبارة عن 5 ألغاز مع بعض، لأن أنا أصلا معظم محتواي تلاقي فيديوهات قصيرة لغز في كل فيديو. فالفيديو ده أنا هجمع لكم 5 ونحلهم سوا في الفيديو ده. أنت توقف الفيديو وتحاول تحله بعدين تشوف الحل. خلينا نبدأ باللغز اللي قدامك ده. وقف الفيديو وحاول تلاقي أفضل نقل للأبيض في الشكل ده. هعتبرك وقفت الفيديو. افضل نقله للابيض في الشكل ده هي النايت سي 7، فورك للملك والروك. ولكن انت اصلا هدفك المفروض ما يبقاش تركيزك على الروك. يعني انت لو حسبت ان انت تعمل فورك وبعدين تاخد الروك، ده كلام مش مظبوط. اول حاجه نشوفها، لو الملك اتحرك كينج اي 7، دي بلندر. ليه؟ دلوقتي انت عندك كوين على الدي 6، كش مات. طيب دلوقتي لو الملك مضطر ان هو ما يجيش هنا، فمضطر انه يتحرك على الاف 8. دلوقتي لما الملك يتحرك هنا، دلوقتي انت ما تروحش تاكل على طول الروك، لان انت لو كلت الروك انت كده ضيعت افضليه الهجوم او المبادره بتاعتك. دلوقتي انت هتروح تلعب كوين دي 6 برضه بكش. دلوقتي الاسود عنده نقلتين، يا يغطي بالحصان ده يا يغطي بالحصان ده. لو غطى بالحصان ده كش مات في نقله واحده. طيب لو غطى بالحصان ده، دلوقتي هتضحي بالوزير ياكل بالحصان، تاكل بالروك، كش مات. خلينا نخش على اللغز اللي بعديه. شوف اللغز ده مثلا ودور على افضل نقله برضو للابيض في الشكل ده. هعتبرك وقفت الفيديو. افضل نقله للابيض في الشكل ده هي بيشوب تكس على الاتش 6، نقله بريليانت موف. دلوقتي هو ما يعرفش يمد ايده على الفيل. ليه ما يعرفش يمد ايده؟ لان انت دلوقتي لو اكل الفيل، دلوقتي البدأ ده كان واقف حامي المربع ده. دلوقتي انت هتنط بالحصان على الاف 6. دلوقتي لما الملك يتحرك هتاكل الروك. طيب دلوقتي اكيد هو انت عرفت ان هو ما يعرفش ياكل الفيل، فدلوقتي افضل نقله اصلا للاسود على الانجن ان هو يلعب سي 6، يحاول يطرد فيلك. دلوقتي انت هتاكل بيدق في بيدق، ياكل بالحصان مثلا. تبدا بقى ان انت مثلا تحرك فيلك ده، ودلوقتي انت معاك بيدق زياده. نفس الكلام في الفيديو ده. وقف الفيديو وحاول تلاقي افضل نقله للابيض في الشكل ده. اعتبرك وقفت الفيديو. افضل نقله للابيض في الشكل ده هي روك على الاي 7. فكره روك على الاي 7 ان انت دلوقتي الروك دي ببلاش، الوزير يقدر ياكلها. ولكن دلوقتي فكرة الروك اصلا انت داخل ضغط على الحصان في حماية الفيل عشان تاخده بكش على الملك. دلوقتي لو الوزير قرر انه ياكل الروك لانها ببلاش، انت هتاكل الروك اللي على الدي 5 بكش. ودلوقتي لو غطى بالوزير، دلوقتي انت هتاكل الروك دي كمان بكش، ومضطر ساعتها بقى يغطي بالحصان او بالوزير وخلاص، ووضعك احسن بكتير، معاك روك زيادة. افضل نقله للاسود على الشكل ده هي النايت على الاي 6. دلوقتي حمل الحصان وحمل المربع اللي كان هياخد منه كش. اللغز ده بقى جميل قوي، عايزك تركز فيه لان فكرته جميله. وقف الفيديو وحاول تلاقي افضل نقله للابيض في الشكل ده. اعتبرك وقفت الفيديو. اول حاجه عايزين نحلل الموقف. دلوقتي الروك طالبه الوزير اللي على مربع جي 4 بكش، ودلوقتي الوزير ده ما يعرفش يتحرك في اي مكان لان الوزير مربوط بالروك. دلوقتي كمان الوزير الابيض طالب الوزير الاسود، والوزير الاسود طالب الوزير الابيض. فدلوقتي الوزير ده متحاصر، ما يعرفش يتحرك من مكانه، ولا يجي هنا ولا يجي هنا. فدلوقتي هو مضطر ان هو يخلص من الموقف ده الاول. وكمان الروك ديت طالبه الحصان اللي جنب الملك، والحصان ده واقف يعتبر ما بيعملش حاجه دلوقتي. فدلوقتي انت هتبدا تجيب. دلوقتي حل اللغز ان انت تاكل الروك. بعد ما تاكل الروك لو اكل بالبيدق، دلوقتي انت هتاكل الحصان. بعد ما ياكل بالملك تديله فورك يتحرك بالملك، تاكل الوزير ومعاك حصان زياده وهتكسب الدور. طيب في كمان حل للغز ده، ان انت تاكل الحصان الاول اللي على جي 8 بعد ما ياكل بالملك. دلوقتي انت هتاكل الروك، بعد ما ياكل بالبيدق هتديله الفورك يتحرك بالملك، تاكل الوزير. اللغز ده جميل قوي وفكرته عالية. خلينا نخش على اللغز الأخير. اللغز ده فكرته بسيطة شوية وبتتكلم يعتبر عن الديفليكشن. وقف الفيديو حاول تلاقي أفضل نقلة للأبيض في الشكل ده. أعتبرك وقفت الفيديو. أفضل نقلة للأبيض في الشكل ده هي روك على الاف 8. دلوقتي لازم ياكل بالروك عشان تاكل بالروك التانية. وفكرتها ان انت بعد ما تاكل بالروك التانية انت دلوقتي بتحاول تبعد الملك عن حماية الوزير. فدلوقتي الملك مضطر ياكل الروك عشان يخسر الوزير. يا رأ لو عجبكم الفيديو قولولي، واحنا ممكن نعمل مثلا سلسلة للألغاز. والألغاز دي كانت حلوة وبسيطة وسهلة. قولولي رأيكم في الكومنتات. معلش يا شباب حاجه كمان برضو، دلوقتي كورس الهجوم اللي على القناه بتاع الهجوم في الشطرنج ارت اوف اتاك ان تشيس، دلوقتي احنا منزلين شابتر 1 وقربنا، يعتبر يعني جزء الكتاب اصلا مش كبير قوي. خلصنا شابتر 1 وهنكمل الكتاب ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. سلام.